يجلسون بالطرقات إياكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. غض البصر أول صفة وأول شرط لنا إذا أردنا الجلوس في الطرقات. يا الله، لقد أطلق اليوم كثير من الناس العنان، أطلقوا العينان في النظر إلى النساء. يا الله، لقد أصبح النظر المحرم أمر يمارس. أليس في أوساطنا من يتابع تلكم الأفلام الخليعة التي هي محرمة بالضرورة؟ كل الحوادث مبدأها من النظر، ومستصغر النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر. اتقوا الله يا من تنظرون إلى الإباحيات، إلى الأفلام الخليعات، فهي مفضية إلى الزنا، وهي داعية إليه، فهي محرمة. ولما حضر الموت بعض الصالحين جعل يبكي ولده. قال: ما لك تبكي يا ولدي؟ والله ما رفعت ثوبي وما وضعت فرجي في موضع حرمه الله. يا أيها الناس، ولا تقربوا الزنا، إن الزنا ذنب عظيم وجرم كبير رتبه العلي الكبير بعد ذنبين عظيمين. فقال ربنا تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.